القضية. السلام عليكم. حديثنا في هذه الحلقة هو استعراض للجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره عام 1990. وهي 6 جمهوريات: أذربيجان، أوزبكستان، تركمانستان، قازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان. هذه الجمهوريات تمتاز بأنها ذات أغلبية مسلمة، ويبلغ تعداد المسلمين فيها حوالي 60 مليون نسمة. وأهميتها الاقتصادية أنه معظمها فيها احتياطيات نفط كبيرة، وتحتوي أيضا على احتياطيات كبيرة من المعادن والغاز، ما يجعلها ذات أهمية كبيرة اقتصاديا وذات مستقبل واعد، خاصة مثلا وأنه بعضها أيضا يمتاز بزراعة القمح مثل قزاقستان، والبعض الآخر يعتبر المصدر الثاني للقطن في العالم. فكل هذه العوامل تجعلها ذات أهمية كبيرة وتأثير على بلاد الشراكسة. أهمية أيضا هذه البلدان أنه بعضها هائل، مساحته كبيرة جدا. مثلا قزاقستان مساحتها 2.7 مليون كيلومتر مربع، وهذا يعادل أو أكبر قليلا من مساحة أوروبا الغربية كلها. فوجود النفط واليورانيوم والمعادن الأخرى بكثرة في هذه الجمهوريات لابد أن يكون له تأثير من ناحية الأطماع السياسية في هذه البلدان، ومن ناحية التحركات التي تحصل فيها. عندما نقول أن أغلبية السكان من المسلمين، أيضا يجب أن لا نغفل أنه هدول السكان كلهم صار في عندهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحرك نحو الإسلام السياسي، لأنه وجدوا فيه الطريق المثلى للنجاح، وأيضا وجدوا فيه تجاوب طبيعي مع رغباتهم ومع معتقداتهم. قد يتساءل البعض أنه طيب شو مصلحة الشركس في هذا الموضوع؟ يعني كيف ممكن يأثروا علينا؟ الإجابة على هذا السؤال حقيقة شوي معقدة، ولكن أنا بدي أحاول أتدرج فيها. وأقول أنه أولا لأنه في تاريخ مشترك بين جمهوريات الشركسية الثلاثة وبين هذه الجمهوريات، فقد كانت جميعها تابعة للاتحاد السوفيتي. 2، هذه الجمهوريات جميعها ما تزال واقعة بدرجة أو بأخرى تحت تأثير الزعماء الشيوعيين السابقين اللي كانوا يحكموا باسم الاتحاد السوفيتي، واللي تحولوا إلى جمهوريات وطنية، ولكن القيادات ما زالت في شكلها الأكبر خاضعة للزعماء السابقين في الحزب الشيوعي. وهذا أيضا يخلق بؤر صراع في هذه الجمهوريات، ويخلق نزاعات على درجات مختلفة، وبسبب العولمة وبسبب الماضي المشترك بين هذه الجمهوريات وبين جمهورياتنا الشركسية لابد أن يكون هناك تأثير متبادل. وإحنا شفنا هذه التأثيرات في أكثر من مناسبة سيتم الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله. الناحية الأساسية اللي ممكن يأثروا علينا فيها هذه الجمهوريات على الجمهوريات الشركسية هي أنه باسم الإسلام السياسي سيتم تصدير
الثورات، وسيتم تصدير الحركات السياسية، وسيتم تصدير الأفكار الثورية وغيرها، مما يستدعي أنه الشراكسة في جمهورياتهم الوطنية وفي الشتات أن يكونوا جاهزين لمثل هذا التطور، وأن يستبقوا أي أفكار ممكن تأتيهم من الخارج بتنظيم أنفسهم، بحيث يكونوا هم السباقين إلى التطور الاقتصادي والتطور السياسي وامتلاك زمام المبادرة في كل ما يستدعي أمورهم الحياتية. نحن لسنا بحاجة إلى أحد حتى يملي علينا، لأن الإملاءات الخارجية عادة لا تكون بريئة. مثلا في أوزبكستان الآن توجد قاعدة أمريكية عسكرية ضخمة جدا، بتسمعوا أحيانا أنه والله أزيلت في محادثات لإزالتها في كذا. وكل هذه الجمهوريات تؤوي إذاعات موجهة إلى روسيا بتتحدث باللغات الوطنية وبعدة لغات أخرى، وتنتقد النظام الروسي وتنتقد روسيا الفيدرالية، مما يستدعي أنه نحن نكون على وعي من هذه التطورات، بحيث أنه نحن ليست لنا مصلحة في أن نكون طرفا في نزاع مع روسيا الفيدرالية، لأنه إحنا إذا كنا الآن في صدد تحضير ملف لقضيتنا متكامل يتحدث عن تضحياتنا وعن ضحايانا وعن مطالبنا تجاه الفيدرالية الروسية، ما بصير إن نبدأ أن نستقبل أو نرخي آذاننا إلى هذه الأفكار التي تأتينا من الخارج. نحن على سعة واطلاع بأنه نحن قادرين على أن نطور شؤوننا ونطور مستقبلنا السياسي والاقتصادي في هذه البلاد، إذا كانت هناك حركة مدروسة علمانية تدعو إلى تطوير جمهورياتنا وتدعو إلى السير بقضيتنا قدما نحو تحقيق أهدافها المستقبلية الكبيرة، والتي تبدأ كما أسلفنا بحق العودة، ثم تتطور بعد ذلك لمن نال حق العودة بأن يطالب بحقوقه التاريخية الأخرى التي لا يغفلها القانون الإنساني العام ولا تغفلها الشرائع. هلا عودة إلى هذه الدول، عندما نتحدث عن الصادرات وعندما نتحدث عن القدرات الإنتاجية وزراعة القطن وإنتاج الحبوب، إنما نتحدث عن قوة هائلة. هذا لا يعني معناته أنه إحنا الشراكسة مثلا في جمهورياتنا لا نتعامل مع هذه الجمهوريات، على العكس، لكن يجب أن يكون التعامل واعي وهادف، ولا يستمد العقائد والأفكار من الخارج، بل تكون الأفكار والعقائد ناتجة عن بلادنا وعن قناعاتنا وعن قضيتنا المقدسة التي يكفلها لنا القانون العام. هذه الدول جميعها في سعي متواصل نحو نيل حقوقها السياسية ونحو تحقيق ذاتها سياسيا، ولكن الصراع لا يزال في مراحله الأولية، وسوف نرى تطورات جديدة بسبب العولمة وبسبب انتشار المعرفة وسهولة انتشارها لتحقيق أهداف هذه المجموعات. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى أن ألقاكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.